ميلوني موجودة في الجزائر، وأهلا وسهلا بها مرحب بها ومرحب بإيطاليا. إيطاليا كما قلنا لكم فيما سبق بلد عنده علاقات جد 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 ممتازة مع الجزائر. وشرح الرئيس عبد المجيد تبون في مرة من المرات، حكى على إيطاليا وقال هي من الدول التي الجزائر دائما تشعر بقربهم منها. يعني عرفناهم خاصة في أزمة التسعينات. إيطاليا الحقيقة يعني نكونوا صادقين كانت من الدول الداعمة للجزائر، وكنا في ذاك الوقت في أزمة أمنية وفي أزمة اقتصادية. إيطاليا دعمتنا ماليا ودعمتنا اقتصاديا ووقفت مع الجزائر. احنا خير الناس نتذكروه، دول كما فرنسا واسبانيا وجيراننا المراركة وجيراننا آخرين ربي يسامحهم غلقوا الحدود وبلاو يعاملوا الجزائر، ويعاملوا الجزائريين معاملة قاسية، ولو ما يتعاملوش مع الجزائر أو قللوا من التعامل مع الجزائر وخفضوا حتى التمثيل الدبلوماسي. لكن إيطاليا بقات واقفة مع الجزائر جنبا إلى جنب حتى نخرجنا من الأزمة تاعنا، وتستحق حقيقة أن الجزائر تنظر إليها كبلد صديق وبلد شقيق، ونتطلع دائما إلى هذه العلاقة الممتازة. إذن زيارة مثمرة وما هيش مفاجئة، يعني لأنه لاحظنا خاصة منذ وصول الرئيس عبد المجيد تبون وكاين هذا التقارب الجزائري الإيطالي وشفناه حتى في مصانع السيارات مثلا موجودة عندنا. فيات هذه مثلا واحدة من ضمن المظاهر يعني اللي تبين كما نقولوا البواكير نتاع العلاقة الاقتصادية المتبادلة. إذن زيارة مثمرة، وهناك ما وراء الزيارة، يعني هناك أشياء أخرى يعني تستعد لها الجزائر. راح نستقبلوا بابا الفاتيكان، وراح نستقبلوا رئيس البرتغال، وراح نستقبلوا بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني. أيضا الجزائر تستعد لاستقباله. الحديث الآن أصبح عن الجزائر على اعتبار أنها تلك الدجاجة التي تبيض ذهبا. ولات الجزائر الناس عرفت قيمتها وعرفت مكانتها، وإحنا كجزائريين الآن عرفنا مكانة وقيمة بلادنا، يعني والقيادة الرشيدة والقيادة اللي الحمد لله ما تهورناش. الجزائر لم تتهور. ما يحدث الآن يحسب نقاط ورصيد إضافي لتعزيز الدبلوماسية الجزائرية وقوة الدبلوماسية الجزائرية، لما أوروبا كلها الآن تحج إلى الجزائر طلبا لخدماتها وطلبا للتعامل الاقتصادي معها، في وقت اللي الآن شفتوا الخليج تغلق، تسكر مضيق هرمز تسكر. فالآن ولاد أمامهم الجزائر، بلد آمن، بلد مستقر، لا خوف، لا أهلا وسهلا بكم، بلد قوي يستطيع أن يحمي نفسه ويحمي حلفائه. الحمد لله. هذه نعمة الجزائر للقليل، قليل من يستشعر هذه النعمة ويحس بهذا النعمة، قليل جدا. إذا كما قلت لكم يعني في ظل الأزمة الحالية هي كما يقول الشاعر ولا يقول المثل: مصائب قوم عند قوم فوائد. يعني كي تلقى مصيبة عند قوم، هذه المصيبة ربما هي فائدة لقوم آخرين. بلادنا هذه أرض الخير، الجزائر هذه فيها كل خير، مش فقط المواد النفطية ولا الغاز ولا لا، حتى فلاحة البلاد هذه أرضها فيها من كل الثمرات، فيها من كل خير. هذه الفلاحة أيضا بدأت تنتعش، وبدينا نشوف نتائج وثمار الأرض الجزائرية. واحد الوقت من الأوقات كنا والله نستوردوا البطاطا، نستوردوها وقت من الأوقات، في وقت العصابة اللي كانوا يقولوا الجزائر أراضيها ما كانش يعني شفتوا كيفاش كانوا يديروا.